السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلب وز الغاليين. النهاردة هنعمل لكم حاجة جميلة كده ومسكرة. هنعمل لكم شوية زلابية زي العسل. جبنا معانا الحلة وهننزل فيها بكوبايتين من السكر. ادي اول كوباية، معانا تاني كوباية. الكوبايتين السكر بنحط عليهم كوباية مية علشان الشربات هيبقى تقيل بتاع الزلابية. بنجيب المية ونحط كده من الجوانب عشان لو في سكر على جانب الحلة ولا حاجة ينزل عشان ما يخليش الشربات مسكر. ومعانا نص ليمونة. دي مقادير الشربات: كوبايتين سكر وكوباية مية ونص ليمونة. هنحطه معانا على النار يغلي كده حوالي 5 دقايق، وبعدين نعصر عصرة الليمونة ونسيبه دقيقتين 3، وبعد كده نطفي عليه ونسيبه يبرد. ما بياخدش وقت، يعني ما بياخدش اكتر من 7 دقايق. الشربات بدأ يغلى معانا اهو، وبسم الله ما شاء الله. ومعانا المقادير بتاعة العجينة بتاعة الزلابية: كوبايتين ونص دقيق، ومعانا معلقة سكر كبيرة، ومعانا نص كوباية نشا، ومعانا كوبايتين مية دافية، ومعانا باكت خميرة حوالي معلقة ونص. هنجيب البولة بتاعتنا وننزل فيها بالخميرة. باكت خميرة يعادل معلقة ونص من الخميرة. حطينا كوباية مية، المية دافية ما تبقاش سخنة قوي عشان ما تبوظش الخميرة. وهننزل بالمعلقة السكر، هندوبها بالمضرب بتاعنا الخميرة مع السكر اهي. بسم الله ما شاء الله. ندوبها كويس، وبعد كده ننزل بالدقيق والنشا ونعجن. هنجيب بقية كوباية المية التانية هنحطها، بس هنسيب فيها شوية، نحتاجهم نحطهم، ما احتاجناهمش خلاص على حسب الدقيقة والعجن. دول كوبايتين ونص دقيق نخلينهم اهي. بسم الله ما شاء الله. نص كوباية من النشا. نعجنهم بقى كويس، نقلب فيهم كده ونرب بالمضرب. بسم الله ما شاء الله. نقلب كويس ونعجن كويس عشان العجينة بتاعتنا تطلع ناجحة كده. هنحتاج شوية المية اللي احنا سيبناهم هنحطهم. يبقى كده حطينا كوبايتين مية كاملين على كوبايتين ونص دقيق على معلقة سكر على نص كوباية نشا على باكت خميرة اهو. بسم الله ما شاء الله. ما بتاخدش حاجة، وبتعجنيها بايدك بالمضرب زي ما انت عايزة اهو. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. جينا بقى عصرنا نص ليمونة بتاعنا على الشربات، وهنحط نص معلقة عسل كلوكوز عشان ما يسكرش. عندك عسل حطي، ما عندكيش خلاص اهو. بسم الله ما شاء الله. وهنسيبه بقى يغلي غلوتين ونبقى نطفي عليه. برضو نرب في العجينة بتاعتنا كويس، كل ما تربيها كده تطلع ناجحة وجميلة. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. نقول عليها يجعل طعمك سكرك، كل من دقك يشكرك. الشربات بتاعنا خلاص تمام اهو زي ما انتوا شايفين. سيبه يبرد معانا بقى على ما العجينة بتاعتنا تختمر، وبعد كده نقليها في الزيت بقى زي ما شفتوا كده. عملت فقفيق كده، هي اتعجنت كويس. هنغطيها بقى بالفوطة وسبتها نص ساعة بالظبط، هي اختمرت في نص ساعة اهي. بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله. ارتفعت ملت البولة نصها ازاي. بصوا ما شاء الله كده بتضحك ضحك كده. شفت الخمر بتاعها بيضحك ازاي. هنلمها بقى معانا كده بمعلقة، نهبط الخمر شوية. ما شاء الله، بص عجينتها ما شاء الله ناجحة وجميلة ولها عرق ازاي. اهي بسم الله ما شاء الله، خمرتها ناجحة وجميلة ما شاء الله عليها. جبنا معانا بولة حطينا فيها مية وحطينا فيها معلقة زيت، وهنجيب بقى معلقة هنبلها في المية وزيت، وبعد كده ايه ناخد العجينة ونحط في الطاسة على النار.
حسيت ان هي عايزه خمرها يهبط شويه كمان، فقلبتها تاني. ابل المعلقه في الميه ام وزيت، بعد كده اخد عجينه وبعد كده احطها في الزيت على نار متوسطه. اهي بسم الله ما شاء الله. والشربات بتاعنا جنبنا عملناه وبيبرد عشان ما ينفعش نحطها في شربات سخن. زي ما انتوا شايفين كده نبلها في الميه ام وزيت وناخد العجينه وننزل في الطاسه. شويه زلابيه بقى كده مقرمشين وزي العسل ما شاء الله. انا معاكم واحده واحده اهو، طريقه بسيطه وسهله ومش صعبه على اي حد. وكوبايتين دي بسم الله ما شاء الله هيعملوا معاك كميه كبيره ما شاء الله. يعني كل اللي احنا عملناه دوت تقريبا ساعه. عملنا الشربات وعجنا وسبناها خمرت نص ساعه، وخدنا شويه حوالي ربع ساعه كده واحنا بنقليها على البوتاجاز، وحطيناها بقى في الشربات بقى وايه، هشه كده ومقرمشه من جوه، هشه ومقرمشه من بره كده ومن جوه جميله بسم الله ما شاء الله. تقلبيها على طول كده تنفش وتبقى جميله ما شاء الله. التفاصيل كلها قدامكم اهي ما شاء الله مية مية. هتاخد اللون الذهبي البسيط وهنطلعها، وبعد كده نرجع ننزلها في الزيت تاني ونحطها في الشربات. كده بتطلع مقرمشة بقى وجميلة جميلة مش قادرة اوصف لكم. حتى لو قعدت لتاني يوم بتفضل مقرمشة. حاسة ان انا مكبراها شوية كده، خدت اللون الذهبي البسيط اهو. هنطلعها بقى في السرفيز لغاية ما نخلص بقية الكمية، وبعد كده انزل بقى ايه بيها تاني مرة تانية في الزيت، اديها اللون الذهبي الجميل الحلو واطلعها على الشربات على طول. زي ما انتوا شايفين اهو بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ما شاء الله. نعمل معاكم كمان طاسة اهو اكبر. ما شاء الله يعني ما شاء الله العجينة بتاعتها ناجحة وجميلة. اول ما تنزل على طول في الزيت تقلبي وكده تفضل تنفش وتبقى جميلة زي ما شفت اهو. لون اصفر بسيط، وبعد كده نطلعها وبعد كده هننزلها بقى عشان تبقى مقرمشة ونطلعها اللون الذهبي الجميل على الشربات بتاعنا الجميل على طول. الله الله على الحلاوة. نزلناها معانا تاني في الزيت بالطريقة بقى دي. لما تتعمل على مرتين ما شاء الله اللهم بارك تطلع مقرمشة وجميلة كده عادي. الكمية كتيرة مش قليلة ولا حاجة، بس هي ما شاء الله انت تقلبي كده على طول بتحمر على طول، متلزقش في بعضها ولا حاجة، لان يعتبر احنا محمرينها نص سوا. الله الله على الجمال. يبقى انتي ممكن تعملي لولادك كل اللي هم عايزينه وكل اللي يطلبوه بمقادير سهلة وبسيطة وسريعة. الحكاية كلها معلقة سكر من البيت ونص كوباية نشا وكوبايتين ونص دقيق وباكت خميرة بسم الله ما شاء الله وكوبايتين مية دافية. عملنا كل اللي انتوا شايفينه ده، حاجة نظيفة وعاملاها بايديكي. امشي على المقادير هتطلع بسم الله ما شاء الله معاكي ناجحة وجميلة وهشة كده وزي العسل. تشرب من الشربات كده وايه طعمها ما شاء الله. كده خدت اللون الجميل اهو بسم الله ما شاء الله. لون ذهبي وزي العسل.
هنجيب بقى معانا مصفى ونحطها على طبق عشان نسقي الشربات ونطلعها في مصفى كده، تنزل الشربات الزايد اللي فيها. جهزنا المصفى بتاعنا والطبق. هنطلع بقى من الزيت سخنة في قلب الشربات التقيل بتاعنا البارد اهي. بسم الله ما شاء الله. صفيها من الزيت كويس. عايزة اقولك بتقعد لتاني يوم مقرمشة وجميلة ما شاء الله. بنهدي النار بقى واحنا بنرجعها تاني مرة عشان ما تتحرقش مننا. بتبقى على نار هادية زي ما قلت لكم، لان احنا كده كده بنبقى عاطينها نص سوا. احنا بنرجعها بس عشان تاخد اللون الذهبي. نوسع الدنيا لنفسنا كده. نقلبها بقى كده في الشربات بالمعلقة ما شاء الله جميلة. طلعها في المصفى عشان الشربات الزيادة ينزل. يا شربت بقى اللي هي شربت واستكفت اللي هي عايزاه، ونطلعها بقى الزيادة تنزل من المصفى. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. كوبايتين ونص دي عملوا كمية كبيرة ما شاء الله. اللي عايز بقى يعمل نص المقادير يقسم، تبقى كوباية ومعلقتين دقيق، ويحط لها بقى معلقة سكر صغيرة، كوباية مية واحدة، معلقة خميرة. عايزة تضاعفي الكمية بقى ضعفي، بس بسم الله ما شاء الله يعني هي بترمي كتير ما شاء الله. وحطينا بقيتها وبرضو هنقلبها لغاية ما تاخد اللون الذهبي ونطلعها على الشربات. بصوا ما شاء الله ما شاء الله، هشة وجميلة ومن جوه طرية ما شاء الله. من جوه طرية كده زي الملبن، ومن بره مقرمشة وجميلة مش قادرة اقول لكم. هناخد الواحدة اللي وقعت دي ونجربها قدامكم نوريكم القرمشة. بصوا ما شاء الله، من جوه ملبن ومن بره مقرمشة كده. شوفوا بتتكسر تكسير ازاي مقرمشة ما شاء الله. بألف هنا وشفا يا حبايب قلبي. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد.